مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. سوف نكمل حديثنا عن الرواية في طنجة بعد محمد شكري، وسنتابع خلال الحلقة الحديث عن ظاهرة الميتسرد، وسوف نقوم في هذه الحلقة بتعريف الميتسرد. تعددت الترجمات بخصوص ميتا فاكشن، فهناك من ترجمها بالميتا سارد، وهناك من ترجمها بالميتا سردي، وهناك من ترجمها بالميتا قص، وهناك من ترجمها بالميتا تخيل. نجد الميتا حكائي، ما وراء السرد، ما وراء الرواية، ما وراء القصة، القص الشارح، الرواية المرئوية، الميتا خطاب، الرواية المؤطرة، الانعكاس الذاتي، الرواية ذاتية التوالد، رواية الرواية، الرواية النص، الرواية داخل الرواية، الرواية النرجسية أو السرد النرجسي، إلى آخره من الترجمات. وطبعا فقد تباينت التعاريف الغربية لهذا المصطلح، ولكن من خلال جملة هذه التعاريف نجد أن ظاهرة الميتسرد في أبرز أشكالها هي تمرد على الرواية الواقعية وعلى أعرافها. وقد برز هذا التمرد من خلال استعادة الرواية عن الارتداد على ذاتها والانكفاء على نفسها وهمومها وآلياتها بدلا من الارتداد على الواقع. النقاد العرب كذلك لم يبتعدوا كثيرا عن هذه التعاريف أو هذه المفاهيم، فنجد مثلا منصور البلوي يرى أن الرواية الميتسردية تمثل انشغالا ذاتيا لدى الروائيين بهموم السرد وآليات التأليف، وتجسد قلق الكتابة المعبر بدوره عن قلق المجتمع الجديد وأزماته. طبعا سوف نتحدث عن رواية يوسف قرماح، وحي آل كاتبة، وهي رواية تمثل هذا التيار أو تمثل هذه الظاهرة، ظاهرة الميتسرد، أحسن تمثيل طبعا في كليتها، ابتداء من الغلاف والعنوان وحتى الغلاف الأخير، مرورا بالنص ومقدمات الفصول وعناوين الفصول الداخلية وكذلك الهوامش. لكننا سوف لن نقوم بدراسة رواية وحي آل كاتبة ليوسف قرماح من هذا الجانب الميتسردي، لأن ذلك سوف يبعدنا عن هدفنا من اكتشاف أو استنباط المؤثرات الشكرية أو المؤثرات الأمريكية من خلال الأدب الأمريكي أو أدب الجيل المتعب. فإذ أننا سوف ننحو منحا آخر، وهو من خلال اعتبار النصوص الروائية كائنات لها نفس خصائص الكائنات الحية، تضم في جوانحها كروموزومات ومورثات تعود بنا إلى أصولها وجذورها وأجدادها. عفوا. فمن خلال اتباع منهج الوصف التحليلي سوف نقوم بتتبع هذه الكروموزومات والمورثات لتأكيد انتمائها واستقصاء سلالتها وجذورها. الفرضية التي سننطلق منها هي ما مدى تأثير الأدب الأمريكي المتعب والنفس الشكري الجريء والوقح في الرواية المغربية الجديدة بمدينة طنجة. وسوف نقوم بهذا التحليل جزءا أو باتباع المنهج الوصفي التحليلي لتتبع هذا التأثير من خلال رواية يوسف قرماح وحي آل كاتبة. شكرا لكم، وأتمنى أن تكونوا بخير. نكمل في الحلقات المقبلة. إلى اللقاء.